هذه المرة مع الأسبوع 29 مباراة تجمع الزمالك ووادي دجلة، مباراة لا تنقصها الإثارة وينتظرها كل عشاق الساحرة المستديرة بمختلف الميول، باعتبار أنها مباراة تجمع بين جهازين فنيين كلاهما يريد أن يثبت ذاته، أول مواجهة بينهما. والمدير الفني لوادي دجلة كان قائدا ومدربا لفريق الزمالك، وبالتالي الأوراق مفتوحة على الجانبين، والحوار والعلاقة ما بين شوقي وشيكابالا يعني دي علاقة الحميمية، علاقة الود اللي بين الأطراف محمد إبراهيم والجهاز الفني زي ما انتم شايفين العلاقات دي. وزي ما قال يعني كابتن علاء ميهوب والكابتن طارق مصطفى والكابتن تامر الصقر اللي هيكونوا مع حضراتكم بين الشوطين وما بعد المباراة، كانوا بيتكلموا قبل اللقاء بيقولوا كده ان يعني لا يوجد ما يمنع ان نستمتع بأداء كروي يليق من الفريقين. لا الفريقين بيصارعوا على اللقب ولا بيصارعوا على الهبوط، هم خلاص يعني المسألة بالنسبة لهم في المنطقة الدافئة، وبالتالي نستمتع بكرة قدم. طاقم التحكيم: محمد الصباحي حكم ساحة، سمير جمال مساعد أول، أحمد توفيق طلب مساعد ثاني، محمد عبد الحافظ هو الحكم الرابع، والمراقب مصطفى عيسى قدام حضراتكم. أحمد العش كمان حاطط على الأنف كده شريط لاصق، والتحية بين اللاعبين. أكثر يعني عرف السيد لعب بقميص الزمالك، ستانلي مع الزمالك لعب بقميص دجلة. قدام حضراتكم الشناوي في حراسة المرمى، أسامة إبراهيم وأحمد أبو الفتوح في الطرفين، علي جبر ومحمود حمدي في العمق الدفاعي، معروف يوسف محمود دونجا عمق وسط الملعب، ستانلي محمد إبراهيم شيكابالا، وقدامهم إيمانويل مايوكا. تشكيل دجلة: عصام الحضري في حراسة المرمى، محمد أنور في اليمين، السيد سالم في الشمال، في العمق الدفاعي محمود علاء وأحمد العش، محمد هلال ويوسف حسن وديفيد ايفوي وحسام عرفات ومحمد شريف في الوسط، وعرف السيد في المقدمة الهجومية. ميدو بيعمد إلى زحمة في وسط الملعب، ادي ميدو بلقاء بالاحضان، اللعيبة كلها لعبته يعرفها يعني، دربهم كلهم زي ما انتم شايفين حتى مع الشناوي الابتسامات والضحكات. لقاء يعني زي ما الكباتن قالوا، زي ما انا برضو بؤيد هذا الرأي، لا يوجد فيه ما يمنع من المتعة، ما يمنع من الجمال لكرة القدم. لقاء خارج الاعصاب، خارج التوترات. ادي عرف السيد وادي ميدو بينادوا عليه، السيد متولي، ايمن طاهر بينادي عليه مدرب حراس المرمى، ايناسيو طبعا المدير الفني البرتغالي نادي الزمالك، مع الكابتن ايمن طاهر ومع خالد جلال، الكابتن خالد جلال مدير كوره. سيد متولي كان مدير شؤون لاعبين ايضا في نادي الزمالك، اللي هو مدير شؤون لاعبين في وادي دجله دلوقتي. ادي ايناسيو وادي خالد جلال. خالد جلال من المدربين المتميزين، لكنه قبل ان يكون ادي سمير جمال المساعد بيتأمن كده على الشبكه وبيقرا الفاتحه طلبا للتوفيق من الله عز وجل. نتمنى لهم التوفيق، نتمنى نستمتع بكره قدم حقيقية مصرية خالصة في استاد بيترو سبورت. اللقاء في إطار مباريات الجولة 29، ويعني نادي الزمالك ادي هنا شيكابالا وميدو. الزمالك في المركز الثالث من 28 مباراة، 15 فوز 6 تعادل 7 خسارة، سجل 31 هدف، عليه 17 هدف ونقاطه 51. دجلة ترتيبه العاشر، 28 مباراة، فوز في 9 تعادل 9 خسارة 10، سجل 33 عليه 31 و36 نقطة. الحضري يقرأ الفاتحة برضو طلبا للتوفيق من الله. الصباحي بيكلم زملائه عبر تقنية الاتصال الحديث اللي في ودنه زي ما انتم شايفينها. صفرة البداية سيداتي وسادتي مشاهدينا الأكارم، مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، أطلقها على الفور محمد صباحي حكم هذا اللقاء، معلنا بدء المنافسة فوق البساط الأخضر لمدة 90 دقيقة ما بين القلعة البيضاء ووادي دجلة. سنرى ماذا سيقدم الفريقان من فنون كرة القدم. آخر مباراة جمعت الفريقين كانت حافلة بالإثارة والندية وانتهت لهدف. كان الهدف الأول لمحمود علاء مدافع دجلة، وهدف التعادل لعلي جبر مدافع الزمالك. مباراة كانت التوقيع فيها للأهداف بأقدام المدافعين. آدي علي جبر مع نادي الزمالك اللي بيبدأ في نص الملعب الأيسر،
والأمامية. طبعا غيابات بالجملة، غيابات بالجملة. بتتكلم على باسم مرسي، طارق حامد، محمد ناصف، أيمن حفني، أحمد رفعت، حسني فتحي، إسلام جمال، شوقي السعيد، أحمد توفيق، محمد مسعد، أحمد جعفر. ما بين غيابات لإصابات، إيقافات، إراحة أو راحة، مثل طارق حامد على وجه التحديد واخد راحة من الراجل 3 أيام، و يعني رؤية فنية. في المقابل محمود رضا وصامويل أفوم ومصطفى جلال غيابات عن وادي دجلة. سنرى في تشكيلة وادي دجلة مجموعة من الشباب، سواء محمد شريف، محمد هلال، يوسف حسن. دي مجموعة الشباب. بيجرب ميدو انه يدفع بعناصر جديدة كده، بناء فريق جديد. السيد سالم، وادي اللقطة الحلوة والخطأ على دونجا. شيكابالا واقف لوحده في حائط بشري كده سوري او وهمي عشان ما يتلعبش، يعني رغم انها اتلعبت اهي. برجعها تاني الصباحي بيقول له تلعب على الصفاره لما اكلمك، لما اقول لك. صفر بالفعل. اتلعبت من محمد هلال، سهله سهله عند الشناوي. النهارده قناه مزبيرو زمان، التلفزيون المصري مزبيرو الاصلي، قدمت لنا يعني تحفه وتراث راقي ورائع من كره القدم المصريه. مباراة الزمالك واستهام في الستينات كانت واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية والمباريات مع الفرق الأجنبية. خماسية لهدف لمصلحة الزمالك، المرحوم حمادة أمام هاتريك، المرحوم طه بصري والمرحوم الجوهري كل واحد جول. حاجة جميلة، مباراة فيها فنون كرة القدم مع فريق كبير واستهام في عزه ومجده بقيادة بوبي مور. استمتعنا مع مزبيرو زمان عشان الأجيال تتواصل، واللي بيسمعوا عنهم ان هم كانوا من اساطين كرة القدم المصرية، الاسماء الكبيرة لنادي الزمالك والاهلي والمنتخب والاسماعيلي وكل النجوم اللي بنسمع عنهم. لازم الاجيال الجديدة تشوف ولو مباريات ليهم كده كل فين وفين، اللي هو تواصل الاجيال. عصام الحضري ايد ورجل على طول، بيحط الكرة في نص ملعب الزمالك، مستني ابو الفتوح، انما عرف السيد يحط الكرة في اليمين لمحمد انور القادم من القناة، يلعب العرضية معدية وطالع الشناوي. كان سمير محمد علي حارس مرمى الزمالك امام مستهام، مع طبعا الكباتن كان حسين احمد رفعت، احمد مصطفى، ابو رجيله، علي محسن نجم نجوم اليمن اللي كان احترف في نادي الزمالك، مع الكابتن الجوهري، مع الكابتن الجوهري الصغير طبعا، مع كابتن عفت، كابتن حمد امام، كابتن عمر النور، وكابتن طه بصري. وجبة كروية دسمة من تراث كرة القدم المصرية ومسبيرو زمان. كان حاجة جميلة لازم أقول لحضراتكم عليها، لأن عايزين نشوف الجماهير تاني ترجع تاني. شفناها بشكل حلو في المباراة، وشفنا فرحتهم بعد نهاية المباراة، حاجة بسيطة وجميلة. ادي ميدو بيتكلم مع لعيبته، ميدو بيمني نفس مباراة من المباريات اللي هي تشدك كمدرب، تجذبك كمدرب. ادي شيكابالا الصديق المقرب من ميدو، كان بيتمنى انه يكون معاه في دجلة زي ما كان معاه في الاسماعيلي، وعملوا مع بعض دويتو ممتاز، اعادوا للملاعب. ادي عرف السيد، هنا أسامة إبراهيم، ظهير أيمن الزمالك القادم من إنبي اللي كان بيلعب على نفس الملعب ده، بترو سبورت، يعني حافظ كل جنبات الملعب. تتلعب ناحية الشمال هناك عند أبو الفتوح الصاعد الواعد، في نص الملعب لدونجا محمود أسامة، إنما ينقض على الكرة على طول ويطلع محمد هلال إلى خارج الملعب، رمي تماس لمصلحة نادي الزمالك. تتلعب على طول لورا، يستلم دونجا، معروف يحطها ناحية الشمال، لكن لسه ياخدها على طول محمد أنور، ومحمود علاء يعلي الكرة. ترجع الكرة مرة تانية كده بالخطأ، لكن ترجع لمحمود حمدي، الونش لعلي جبر، أسامة. 4-5 نقلات زملكاوية ان الكرة الأمامية مايوكا ما ياخدهاش، ياخدها على طول العش، يلعب الأمامية على خارج ملعب تماس. هيلعب شيكابالا التماس
بينزلها ورا كده المعروف يوسف عشان يغير اللعب ناحيه الشمال عند ابو الفتوح، انما لسه لعب لمايوكا، لمسه ولعبه والسقوط على الارض بخطا بفاول لمصلحه نادي الزمالك مع الدقيقه 6 من الشوط الاول. والله ده ستانلي المعار من دجله اللي اعارته بتنتهي السنه دي، طبعا اعير ب 900,000 دولار، وفي حال رغبه الزمالك في الاحتفاظ به نهائيا يدفع 1,500,000 دولار. صفقه رابحه بكل المقاييس لدجله. عصام الحضري الحارس الذي يقدم كل يوم درس في من دروس العزيمة والإصرار في عالم الساحرة المستديرة. عام 44 يخطو بثبات وكأنه ابن 20، كرة على المرمى مباشرة، الحضري واقف، مش دي اللي تدخل في الحضري، مش دي يا أسامة، في المكان والزمان واقف ومستني، ما فيهاش لا قوة ولا مركونة ولا أي حاجة. اتلعبت على طول من السيد سالم الأمامية، إنما أسامة على طول يحضن على كورته ويرجعها للشناوي. أحمد الشناوي مع علي جبر آخر مباريات النهاردة. المصري فاز على الداخلية، سموحة فاز على بتروجيت، وتابعتهم مع استاد النيل والاستوديو التحليلي الزملاء تامر الصقر والكباتن طبعا علاء ميهوب طارق مصطفى اللي هيكونوا مع حضراتكم بعد هذا الشوط، وأيضا بعد نهاية المباراة لتحليل مباراة الزمالك ودجلة اللي لسه بنتمنى ونحلم ان يكون فيها اداء رشيق، اداء سريع. ادي إيناسيو جدول المسابقة، كل مباراة وكل اسبوع، كل مباراة تتلعب وكل اسبوع بيتلعب بيحصل فيه كراسي موسيقية، بيحصل فيه حركة تنقلات، فيها ترقيات وفيها إقصاءات، إنما يبقى الشرقية رغم نتيجته الإيجابية ورغم أداؤه المتميز أمام الأهلي بالأمس والتعادل هدف لهدف يبقى في المركز الأخير برصيد 20 نقطة. النصر للتعدين 22 نقطة، الداخلية 24 نقطة، أسوان 25 نقطة. الكرة سهلة على طول. عصام الحضري أدي ميدو ابتسامة كده بينادي على لعيبته اطلع قدام اطلع قدام. طنطا 25 نقطة، الإنتاج الحربي 28 نقطة. إذا الصراع من المركز 13 للمركز 18، 3 فرق من دول هينزلوا محدش بعيد، إنما إنبي 31 نقطة، المقاولين العرب 34 نقطة، دجلة اللي قدام حضراتكم 36 نقطة، بعيد عن صراع الهبوط، وإن كان يعني لا تأمن لغدر الكرة تعرفهاش. استلام في نص الملعب الدجلاوي على طول، ديفيد أفوي تماس، ستانلي بيقول له عليه، قال له لا عليك انت. عندنا ستانلي ومعروف من نيجيريا، مايوكا من زامبيا، ديفيد أفوي من غانا. الحضري مأمن على كورته، انما ضغط على نفسه ويجيبها برجله الشمال يطلعها، ما كانش مقدر السرعة بتاعت المكان اللي هو فيه والكرة ملعوبة فين. هنا في خطأ، ادي بقول له انا شايف ما تقلقش، بيقول له انا شايف ما تقلقش. ادي الكابتن فكري صالح، كابتن محمد شوقي، على طول بداية الهجمة معروف يلعب الأمامية، سهل عايز يسندها السيد سالم لحارس مرمان، إنما عصام بينزل على الأرض وما ياخدهاش وبيقومه. خلاص سيد، خلاص انتهى الموقف وبقت ضربة ركنية لصالح نادي الزمالك. لكن مع 10 دقايق لعب حتى الآن لا توجد أي ملامح لما يمكن أن يقنعنا ويغرينا ويصبرنا إن في كورة حلوة هتتلعب. منتظرين متأملين، وادي الشريف محمد شريف نازل ورا، إنما الكرة مقطوعة الركنية إلى خارج الملعب تماس. شيكابالا ما لعبهاش بالشكل اللي هو يخدم المهاجمين في داخل المنطقة. أسامة إبراهيم والتماس، يرجع ورا دونجا،
تلعب مرة تانية واستلامه خطيرة، لكن على طول ضاغط ومطلع من قدامه إلى خارج الملعب. ركنية جديدة، أحمد العش بيقول له لمسته، عظمة الأنف كده حاطط عليها بلاستر. سلامات طبعا للعش ولكل لاعبينا. شيكابالا بوش رجله الخارجي حلوة ملعوبة إنما مقطوعة، ومرة تانية صراع وينتهي محمد هلالي يقلب الكرة كده خلفية مزدوجة عشان تبقى تماسه صحوة زملكاوية، والملعوبة على الخط ويجيبها. مش طلعتش، ما طلعتش، وتتلعب هي دلوقتي اللي طلعت، إنما على التماس ما طلعتش. لعيبة دجلة كانوا بيتكلموا على إن الكرة عدت. أدي كرة أسامة الأولانية بمناسبة بقى ماتش وست هام والزمالك. شوف كان مين بيسدد بقى من بره منطقة ال 18، كرات قنابل صواريخ. بتتكلم على طه بصري بيشوط، عمر النور بيشوط، عفت بيشوط، احمد مصطفى من ورا بيشوط، يا كان بيشوط. كل الاسماء ربنا يرحم من توفى ويعطي الصحه والعمر لمن على قيد الحياه. انما بقول لحضراتكم ان المدرسه كانت او ال الاداء كان راقي ورائع. علي محسن كان بيشوط، الجوهري بيشوط. احد الحلول الجذريه والفاعله والفتاكه في حسم الامور فوق البساط الاخضر هي التصويب من خارج منطقه 18. الاجيال الجديده ربما يعني بتعتمد على الاختراق في العمق الدفاعي. ادي ديفيد افوي بيعدي الكرة لكن كده بياخد فاول. محمد هلال عايز يلعبها، قال له خلاص سيبها السيد سالم يلعبها بالقدم اليسرى. الشناوي، ادي السيد سالم تلعب على طول بعيدة تمام، مفيش لحد، لا الشناوي ولا المهاجمين ولا المدافعين. الكرة خدت طريقها لخارج الملعب. إناسيو يتابع، بنتكلم على 10 مباريات جمعت الفريقين قبل كده. لم يتمكن وادي دجلة من إدراك الفوز في أي من المباريات ال10. كل ما تمكن من إدراكه هو 6 تعادلات. وفاز الزمالك في 4 مباريات، بالمناسبة منهم مباراة في نهائي كاس مصر أقيمت في الجونة وفاز فيها الزمالك. كان الزمالك بقيادة الكابتن حلمي طولان، وادي دجلة بقيادة الكابتن هاني رمزي. استلام، سقوط على الأرض، الحكم بيقول يلعب، اللعب على الصفارة. تلعب مرة تانية، المحاولة ناحية اليمين هجومية للزمالك. أسامة إبراهيم يحط رجله على طول ويطلع هلال، تبقى رمية تماس لنادي الزمالك. موسم 2014-2015 لم يتمكن أي من الفريقين من الفوز، انتهت المباراتين 0-0. الموسم اللي بعدها 2015-2016 ادي الكرة بره الملعب، ركنية لنادي الزمالك، انتهت 0-2 للزمالك. يعني المباراة كانت مباراة دجلة وفاز فيها الزمالك 2-0 و1-1 كما هو حال مباراة دور الذهاب. ادي الكرة على طول من حسام عرفات اللي راجع يآزر ويساند في المنطقة الدفاعية. الزمالك بقى له 4 دقائق يعني أفضل هجوميا لكن حتى الآن بلا خطورة. ادي الكرة قلشة مرة تانية إلى خارج الملعب، ركنية من جديد، المرة دي من السيد سالم، كان هو اللي واخد القائم الأيمن. ادي محمود علاء بيحمل شارة الكابتن في هذا اللقاء، ومحمد إبراهيم بيلعب الكرة العالية معدية رايحة، لكن حكم اللقاء مدي صفارة لمصلحة وادي دجلة. إناسيو بيتابع، يترقب، يراقب، يفكر. ادي هنا مدي خطأ على علي جبر لصالح محمد أنور. أسامة بيرجع الكرة في نص الملعب، يجيبها تاني السيد سالم، طلعت بالتماس.
اول مباراه جمعت الفريقين كانت في ديسمبر 2010، انتهت 2-0. شيكابالا وحسن مصطفى سجلوا للزمالك. حسن مصطفى بعدها راح دجله لعب ضد الزمالك، سجل هدف في كاس مصر، لكن المباراه انتهت 4-1 لمصلحه الزمالك. احمد جعفر هو اكثر لاعبي هذا الجيل تهديفا، وادي الكوره لكن بره الملعب ضربه مرمى. احمد جعفر جاب في مباراه كاس مصر هدفين. احمد حسن كان اتنقل للزمالك جاب هدفين برضه، لكن احمد جعفر كان هو سبب الفوز 1-0 في نهائي الكاس اللي قلت لحضراتكم عليه 2013. فاز الزمالك 3-0، احمد جعفر هدفين وشيكابالا هدف. اللي في الملعب الهداف واللي زار شباك وادي دجله اكتر من مره هو شيكابالا، اللي مع مجموعه الغائبين احمد جعفر، وبالتالي مسجل او متصدر قائمه الهدافين ب5 أهداف. تماس لمصلحة نادي الزمالك. 17 دقيقة لعب من شوط أول، لكن حتى الآن لم نرى أي تأثير على وجود المهاجمين باتجاه مرمى الفريقين. أحمد أبو الفتوح على الأرض، حكم اللقاء كان مديله لصالحه الكرة اللي فاتت دي. معروف يوسف على الأرض مرة تانية بيلعبها في نص الملعب، بيدور مع محمد إبراهيم كده يعملوا بناء الهجمة. تاني معروف، اللمسة مع محمد لمعروف، ما ستانلي حطها في الشمال هناك لاحمد، عايز يلعب العرضيه من لمسه واحده لكن جابها يا ولد على رجله اليمين. مره ثانيه على الشمال احلى واجمل، عمل العرضيه انما واقف ومستني على طول اللاعب محمد انور صاحب القميص رقم 23 اللي قدام حضراتكم. الركنيه الخامسه لدجله، عفوا للزمالك على دجله، تتلعب ادي مره ثانيه الركنيه السادسه. ضغط زملكاوي في منطقة الاستحواذ في الثلث الهجومي، لكن لم يكتسب الدقة والتركيز، وبالتالي الخطورة. أبو الفتوح مرة تانية محمد إبراهيم يلعبها على طول بعيد، تمام تبقى ضربة مرمى بعيد عن علي جبر المتقدم، بعيد عن الحضري الذي لم يحرك معها أي ساكن. شايفها كده بخبرة السنين إنها كرة ضالة شاردة بره الملعب. محمد صباحي قدام حضراتكم، ادي هنا لما وقع على الارض ديفيد افوي، ومعروف كان بيتكلم على ان في لمسه يد. اتلعبت على طول الكره معديه، اللمسه الاولانيه زملكاويه الثانيه دجلاويه، لمسه ولعب. هلال يفتح اللعب هناك بيحاول انما ما لحقش حسام عرفات. ترجع الكرة تاني من ناشئين نادي الزمالك حسام. محمد ابراهيم اللي نازل في نص ملعبه يلعب مع دونجا اللي بيفتح في اليمين لأسامة، يضغط عليه. التمريرة بتاعته اللي اتلعبت لشيكابالا يطلعها السيد سالم، يراهن ميدو على الشباب سواء محمد شريف او محمد هلال او يوسف حسن، الى جانب اصحاب الخبرات زي عرفة السيد ومحمود علاء والحضري المخضرم الاول في الملاعب المصرية والعربية. ما شاء الله ما شاء الله. نمسك الخشب، نحيي إصراره وعزيمته اللي بيدي منها دروس كل يوم للأجيال الجديدة. ولما لا تستمر في الملاعب طالما قادر على العطاء، ولما لا طالما تتدرب بجدية. دروس، حكاية مش لعب لمجرد اللعب، لا ده في تدريب وفي إصرار وعزيمة وطموح ورغبة. هذه ميدو، ملعوبة الكرة الأمامية، عرفة بينزل الكرة على الأرض تاني، يستلم محمد شريف يرجع لمحمود علاء لعصام الحضري، هيلعب كرة على طول عشان ما ينفعش يمسكها، رجع لعلاء هيرجع له تاني. هنا بيدي إيحاء بأنه هو مضغوط. الحضري العلاء بيعلي الكرة ويلعبها لقدام في نص الملعب، تطلع بره الملعب تماس. كان لازم الحضري هو اللي يطلع الكرة دي لأنه وضعه التشريحي أفضل، هو اللي كشف الملعب، إنما هو فضل يلعبها مع علاء عشان يضمنها. علاء لعبها لقدام، محمود علاء برز مع نادي حرس الحدود.
الى خارج الملعب، تماس لمصلحه دجله. ادي مايوكا اللي بياخد مباريات اعتقد لتلميعه شويه، ربما يكون له يعني عروض جايه، فلازم يتلمع كده انه لعب ياخد فرصته. حلوه الكره، استنى عليها الحضري عشان ياخدها بمنتهى الهدوء من قدام ستانلي. الحضري يزق الكره قدامه كده، ياخد كام ياردة ويكمل كمان، يعني خد له زي 20 كمان 20 ياردة فوق المنطقة 18 عشان يوصل الكرة عند منطقة 18 أحمد الشناوي. لكن هنا استلم علي جبر، ما راحتش لحد. شيكابالا نازل في نص ملعبه عشان يلعب الأمامية مقطوعة. محمود علاء صاحب هدف مباراة الذهاب كما هو حال علي جبر، إنما هو اللي كان بدأ بالتهديف. محمود علاء اللي معاه الكرة ده يفكر العش يطلعها أمامية. هلال يلعب الكرة عند على طول حمدي يطلعها سباق، لكن ياخدها دونجا. يلعب مرة تانية ولمسة كده مع معروف لدونجا، بوش رجله الخارجي حلوة. شيكابالا ينطلق يتقدم يا بيفكر. حلوة 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 حلوة. اتأخر فكر كتير، لكن الكرة ترتد من التقاء العارضة والقائم. كان ممكن يبقى هدف عالمي يا شيكابالا، مفيش كلام. حلوة قوي قوي التمريرة بتاعت دونجا بوش رجله الخارجي. يا ولد يا لعيب في مكان فاضي، ومفيش ولا واحد، لا هلال ولا السيد سالم. عدى هنا وفكر، الاولاني كان يسدد وبعدين رجع وسع لنفسه، ترتد من يعني زي ما بقول لحضراتكم السوكه كده اللي هي التقاء العارضه بالقائم. والراجل يندب حظه شيكابالا كابتن تيم الزمالك، يعني بيقول له لو كنت رجلا ايها الحظ لقتلتك. اكيد اكيد اكيد. الكره ادي هنا ابتدت المباراه تفتح وتفك بعد انتصاف الشوط الاول، بعد مرور 22 دقيقه بنلعب في الدقيقه 23. اول ملمح من ملامح الخطوره، اول ملمح من ملامح النفحات الكرويه. نفحه كده من موهبه شيكابالا حلوه، ترتد من التقاء القائم والعارضه بشكل جميل. كانت الكره طلقه كده طالعه من رجله، لمسه يد، بقت ضربه حره مباشره لمصلحه نادي وادي دجله. طالع عصام الحضري بيقول سيبوها اطلعوا قدام كلكم. ادي محمد ابراهيم، الحضري بره منطقه 18 على طريقه هيجيتا الكوليمبي كده، طالع بره خالص وبيلعب هو الكوره في نص ملعب الزمالك. ترجع مره تانيه يرد العش. عرفه فاول على عرفه، خطأ واضح الدفعه. تمام، بيناديله بيقول له مفيش عايز كلام، مفيش تعليق على القرارات. هذه هنا لحظه غضب وانفعال من عرفه، عامل نيولوك كده. كترت قوي قصه ربط الشعر من الخلف دي، انما الناس فيما يعشقون مذاهب. الى خارج الملعب، ضربة مرمى لمصلحة وادي دجلة، اللي اكيد الكرة اللي اتلعبت في العارضة بتاعت شيكابالا هتصحصحهم، هتفهمهم ان يعني التراجع من بداية المباراة ده خطأ. خير وسيلة للدفاع الهجوم. هنا الكرة الامامية الضالة بلا اي توجيه ولا عنوان، تبقى بره الملعب. رمي التماس للزمالك عند اسامة ابراهيم، هدف هيفتح المباراة، هيفك الالغاز. اتلعبت على طول، تنزل الكرة مرة تانية. السيد سالم ياخد تماس، داخل معاه دونجا، ده 13 وده 13، انما صباحي ما شاء الله واقف وشايف ومحدد المكان، واقف عرضي كده مع المكان. إناسيو بيتكلم مع لاعبته. السيد سالم تتلعب محدش ياخدها. عرفة ناحية الشمال، أحمد أبو الفتوح الصاعد الواعد اللي التقطته عين طارق السيد ظهير أيسر الزمالك، وجابه ليضمه لقطاع الناشئين، وها هو يأخذ مكانه في الفريق الأول، يمثل إضافة. الكرة مع لاعبي الزمالك، عشان كده ما اداش حاجة. ويا ولد يا شيكابالا بيهرب من التسلل بطريقة رائعة، يزق كرة، لا كبير كتير كتير
كانت قوية. العش يخش يطلع ناشئ النادي الأهلي ثم مع النادي الإسماعيلي يلفت الأنظار يعني على طول تلتقط العين الخبيرة في وادي دجلة. تجربة وادي دجلة الثنائي ماجد سامي وماجد حلمي عاملين حالة ممتازة. فريق كورة لفت الأنظار، وصل نهائي كاس مصر زي ما قلت لحضراتكم 2013، لعب في الكونفدرالية، يضم عناصر ممتازة. يكفي انه قائد منتخبنا الوطني في 2017 في الجابون يرتدي قميص وادي دجلة. حلوة الكورة انما تطلع بره الملعب. تماس 26 دقيقة لعب، لا تزال النتيجة على حالها، تعادل سلبي بين الزمالك ووادي دجلة. الاسبوع 29 الدوري الممتاز المصري لكرة القدم. كرة ضربة حرة، ادي هنا الصراع. يوسف حسن كان مع محمد ابراهيم، لكن حكم اللقاء بيقول له اديتك القرار خلاص، وبيقول له ما تلعبش يا شيكابالا الا ما لما اعطيك اشارة البدء بالتنفيذ. ادي شيكابالا مواليد 86 31 سنة. تجربة احتراف لم يكتب لها النجاح في اليونان وكذلك في البرتغال، إنما هذا لا يمنع أنه واحد من أصحاب المهارات الرفيعة المستوى. حلوة الفكرة لكن رجعت لورا وكأنه يدافع عن مرمى وادي دجلة. حلوة الفكرة لو اتلعبت يعني زي هذه كرة هنا عرف السيد وطالع الشناوي يا ولد بضربة رأسية برضو على طريقة الحارس الكولومبي هيجيتا. الضرب هو كان بيقوم بدور الليبرو كده، تحسه أحيانا لعيب في الفرقة. لمسة كده من يوسف حسن، يرجع ورا للعش، يفتح الملعب هناك في اليمين، يردها ابو الفتوح، ترجع تاني دجلوية. حسام مع يوسف، يلف ويدور ويقف كتير على كورته، طبعا الخبرات. يرجع للعش، العش بيلعب هو الامامية، يستلم ابو الفتوح مع معروف هو اللي قايم بدور ضابط الايقاع في وسط الملعب. ادي الكره تتقطع مره ثانيه ومعروف يجيبها ويدي ضربه حره مباشره لدجله لانه الكره كان فيها خطا من الاول. ادي معروف يوسف اللاعب النيجيري مع نادي الزمالك، كان مع اتحاد الشرطه الرياضي. هنا الخطا على محمد ابراهيم لصالح محمد انور. ودي هنا الخروج الرائع لاحمد الشناوي، قيام بدور الليبرو وتأمين منطقته من قدام عرفة السيد. عرفة اللي لفت الأنظار مع الجونة، تلعب داخل منطقة 18، لمسة واللعبة ومرة تانية يحطها تحت رجله السيد سالم، إنما الكرة بتطلع بره الملعب. ضربة ركنية لمصلحة وادي دجلة. هنشوف دجلة في أول ضربة ركنية مقابل أكتر من 8-9 ركلات ركنية كده لنادي الزمالك لم تستثمر. ادي كرة الونش، علي جبر الشناوي، ركنية هيلعبها يوسف حسن، يلعبها قصدي محمد هلال رقم 14 بيلعب الكرة هناك. حلوة، في خطأ لمصلحة الزمالك. محمد ابراهيم هو اللي زي ما انتم شايفين اهو جنب الشناوي بيتكلم معاه، لان هو اللي كان الخطأ لصالحه. ربع ساعة تبقت على نهاية الشوط الأول، لا تزال النتيجة على حالها، تعادل سلبي بين الزمالك ووادي دجلة. 6 مرات تعادل في مسيرة المواجهات الثنائية من أصل 10 مباريات. ستانلي ما هربش بالكرة ولا مرة لغاية دلوقتي، قافلين عليه. هنا المغامرة تنتهي بعد محاولتين كده من الترقيص، ترجع تاني ناحية السيد سالم ومعاه شيكابالا لسه واقف على كورته
السيد بيحاول ويلعبها قصيره لان اسامه ابراهيم ضغط ومحمد هلال ضغط وعمل فاول. محمد هلال بيميل ناحيه الشمال كده مع السيد سالم وبيسيب محمد شريف وديفيد افوي في وسط الملعب. عرفات بيبقى مع انور في اليمين. الزمالك شيكابالا واخد الطرف اليمين مع اسامه ابراهيم وبيرجع كمان في الدور الدفاعي. ستانلي بيقرب مع ايمانويل مايوكا في الناحيه الهجوميه. ابراهيم هو اللي بيقوم بالدور الدفاعي مع احمد ابو الفتوح. معروف يوسف ودونجا في العمق وسط الملعب. وبالتالي خلاص كل فريق عارف بيعمل ايه. انما لغايه دلوقتي ما تقدرش تقول مين الافضل، لا في مين الاكثر استحواذ. ماشي الزمالك الافضل والخطوره على المرمى. هي كره وحيده لشيكابالا اللي ارتدت من التقاء القائم والعارضه بشكل حلو، لكن ما دون ذلك لا شيء يذكر. اتلعبت على طول. كل التوقعات اللي يعني استقيتها من الاستوديو التحليلي طبعا باعتبار ان هم ما ظهروش لحضراتكم قبل المباراه، الكل اجمع ان فرص الزمالك وحظوظه اعلى في الفوز. 32 دقيقه لعب. دونجا يلعب مع اسامه. لدونجا مره ثانيه في نص ملعب الزمالك. مرة تانية معروف يوسف يتقدم. معروف ناحية الشمال يضغط وخطأ لمصلحة محمد أنور. وادي بدلاء دجلة بقيادة مصطفى طلعت. هنا أحمد أبو الفتوح عمل فاول مع حسام عرفات. داخل زي ما انتم شايفين اهو بتهور. شاب صاعد الحماس طبعا. عصام الحضري طالع من منطقة 18 بتاعته عشان يلعب هو الكرة الأمامية. اللمسة ترجع مرة تاني في نص الملعب لمصلحة الزمالك. يستلم مايوكا. تتلعب الكرة عند ستانلي هناك في الشمال عشان يعمل هو الهجمة بالسرعة من ناحية الشمال. بيحاول يجيب الكرة رجله اليمين يلعبها ناحية اليمين، انما بيطلع على طول السيد سالم إلى ضربة ركنية. تعددت الركنيات للزمالك لكنها لم تستثمر على الإطلاق. ادي محاولة شيكابالا مرة تانية لعبها كان الكرة قصيرة. أسامة إبراهيم يلعب العرضية مقطوعة ترجع إلى خارج الملعب. تماس. شيكابالا هو اللي بيلعبها. يرجع مرة تاني ورا. كرة داخل المنطقة من دونجا ترجع تاني. معروف يوسف يعلي، انما اللعب التعاوني عرف السيد يكملها كده اي حاجة، انما عايز يبعدها من منطقة التلت الدفاعي بتاعه. تروح عند الونش اللي بيلعب مع ابو الفتوح. يتقدم ابو الفتوح لستانلي. كابس يونايتد الزمالك تفوق عليه بهدفين نظيفين بتوقيع باسم مرسي وستانلي. يعني افتتح مشواره الافريقي بشكل ممتاز. اول مباراة يكسب بيها معنويات وياخد 2-0 و3 نقط. يسافر ان شاء الله يقابل اهلي طرابلس الليبي بقيادة المخضرم المصري طلعت يوسف وجهازه الفني المصري كاملا. وان كان طبعا اهلي طرابلس خسر مباراة اتحاد العاصمة 0-3، وبالتالي المباراة ستكون صعبة مع الزمالك. بمناسبة الكرة الليبية سيد جمال الجفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم كان عقد اجتماع مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بالأمس، ويعني طلب دعمه كممثل للكرة العربية والإفريقية في الفيفا والكاف ان هو يعود المنتخب الليبي ليلعب مبارياته على ملعبه على ملاعبه. يعني وفرق ليبيا تلعب على ملاعبها، ما ينفعش يعني يلعبوا بره ملاعبهم. ووعدوا المهندس هاني أبو ريدة بأنه يبقى في كلام في هذا الأمر. السيد جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي بيبدأ مسيرته في قيادة الكرة الليبية بعد الانتخابات الأخيرة. كمان كان في ورشة عمل من الفيفا
في مصر هنا ضمن برنامج الفيفا الى الامام. كانت حاجه جميله ان مصر تحتضن ورشه من الورش. ادي الكره هنا في خطا على محمد شريف، يلعب على طول الونش ناحيه اليمين اسامه ابراهيم، ترجع تاني الكره للزمالك مع اسامه. علي معروف يلعب الكره حلوه خطيره، الله الله، قول 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 الله، كتير كتير كتير، الله على الجمال، لأن الله جميل يعشق الجمال. كرة جميلة 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 مفيش كلام. ايه ده؟ ايه الهم؟ حد بص، شوف 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 حوار حماد انور، شوف حوار ايمن طاهر، لا 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 لا، كله بيسقف، كله فرحان، كله جميل. كرة جميلة 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 تستحق الرؤية من اكثر من مكان ومن اكثر من زاويه. ادي معروف بيلعبها، استناها على طول، ما خلاهاش لمست الارض يعني، وهي جايه كده زي الكرباج على طول على طول. فيرست تايم يا ولد يا ولد، لحظه محاوله الحضر انه يقابله، انما معديها 37. روعه 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 مفيش كلام. شوف الهدوء 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 بتاع ستانلي، يا شوف رد الفعل مش ممكن. ادي علاء عبد الغني، وادي على طول ايناسيو وايمن طاهر. ستانلي جول جميل 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 مفيش كلام، مع الدقيقه 37. دلوقتي اقدر اقول لكم ان محللينا قبل المباراه عرضوا اجمعوا ان في جول للزمالك في الشوط الاول، يعني حاجه جميله، بس جول ما اعتقدش حد كان يعتقد او ينتظر هدف بهذه الروعه وهذا الجمال المباغت من لمسه من وسط الملعب. معروف يوسف، هدف نيجيري نيجيري خالص يعني. معروف يوسف يلعب التمريره البينيه الاماميه الجميله جدا. الراجل ما كدبش خبر، ستانلي بمنتهى الهدوء ياخد الكره فيرست تايم قبل ما تلمس الارض وقبل ما تنزل على الارض، ولحظه خروج عصام الحضري لملاقاته كرباج كده في الشبكه. جول مفيش كلام، مفيش احلى من كده. حلو الكلام. نشوف بقى وادي دجله هيعمل ايه، نشوف الزمالك هيحاول يحافظ على هدفه ازاي، ونشوف وادي دجله هيحاول يعوض الهدف ده ازاي. يعني محاولات وادي دجله من بدايه المباراه وحتى الدقيقه 38 اللي بنلعب فيها دلوقتي هي محاولات تبدا من المنطقه الدفاعيه للمرتدات. يعني زي ما انتم شايفين اهو، عرفه السيد هو اللي بيقابل في نص الملعب، كمان ما بيضغطش على معاه الكوره، لا بيستناه مفيش مشكله خالص، وكله كله كله متراجع في وسط ملعبه. في المقابل نادي الزمالك باقل مجهود، بقول لحضرتك شوف شيكابالا فين، شوف شيكابالا فين، وكانه ظهير ايمن. عشان ايه؟ عشان اسامه كان متقدم. من المرات النادره والقليله اللي بنشوف شيكابالا يلتزم بمهام دفاعيه من بدايه المباراه وحتى الدقيقه 39 من اللعب حتى الان. بيرجع بياخد مكانه، بيرمي رميات التماس بالمناسبه. يعني من المرات برضو القليله اللي نشوف شيكابالا هو اللي بيلعب رميات التماس. لكن زي ما قلت لحضراتكم مفيش في الكوره الجماعيه مفيش حاجه اسمها يعني مهندس وميكانيكي، لا لا لا، كله يقوم بكل الادوار. ادي هنا استلام في وسط الملعب، الضغط يجيب الكوره بشكل حلو والزمالك مره ثانيه، ويلف ويدور محمد ابراهيم يحط الكوره لشيكابالا في الشمال ويستناها مره ثانيه، انما هو بيلعب يا ولد هناك. ليه؟ مايوكا عايز ينزلها لستانلي، انما هربت على طول اتقطعت. انما الزمالك افضل، استلم واستحوذ. قلت لحضراتكم يعني ابتدى يبان شكله كده من قبل كوره شيكابالا اللي ارتدت من القائم والعارضه، وكشر عن انيابه وقال لك انا جاي انا موجود. تاني كوره تتلعب، شيكابالا بيتحرك بمزاج، ستانلي بيلعب بهدوء. معروف هو اللي عامل كل المعروف في وسط الملعب مع زملائه. بالكعب اهو من شيكابالا، يستلم تاني دونجا يرجع ليه معروف، يفتح اللعب في الشمال مع احمد دونجا. محمد ابراهيم بيلعب الكرة حلوة، تسلل راية وصافرة، ضربة حرة غير مباشرة نتيجة تسلل أسامة، إنما ملعوبة بفكرة حلوة، تمريرة بالفكرة حلوة، التنفيذ حلو. ادي الحضري، ادي حسام، لحظة شرود، العقل مشغول بالتفكير.
العينان زائغتان، لكن العقل بقول لحضراتكم مشغول بالتفكير. ايه اللي بيحصل؟ طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ تحس ان لينين فيها كده حالة زوغان، لكن العقل هو اللي شغال لغاية ما يشوف القرار. محمد هلال يلعب الأمامية اللي على طول العرضية، لكن بيرجع الونش لحارس مرماه الشناوي مع علي جبر. تتلعب لأسامة من دونجا. الكرة اللي فاتت أسامة بيزق الكرة لقدام. شيكابالا يا ولد يا ولد يا ولد، يلمسها له عشان يكمل مسيرته وهو يقف ويستنى، وهيدي شيكابالا مرة تانية. طولت من شيكابالا، بيجيبها اوه دخل دونجا في شيكابالا. والروح الرياضية يا ولد يا ولد يا هلال. ورايح معروف يوسف بيقول له شكرا على المعروف الحلو ده. ادي هنا شيكابالا اصطدام واجب زميله. الاثنين مفيش تعاون خالص او تنسيق او كلام، لانه دونجا جاي باصص على الارض فحضنوا بعض كده. سلامات بتحصل طرائف وغرائب في عالم كرة القدم. الاثنين من فريق واحد طبعا، لكن ده مركز في الكورة وحماسه ليها، والتاني رايح يبص على ادي الكرة. يا سلام يا سلام. ويمكن كمان ما مالتش في وش رجله، دي ضربة في القصبة في الساق. انما ايه، لا بص بيقول له ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. حلو الكلام، مفيش كلام. وشوف هنا برضو الراجل مش مصدق جه في توقيت حلو قوي. الدقيقة 37 الدقيقة 37. بص الهدوء بيشاور في رسالة بهذه اللقطة، ورايح لمعروف بيقول له يا معروف انت الجميل اللي اديتني الكورة. وادي دونجا طاير فوق، بس دي قبل ما يصطدم مع شيكابالا. وادي هنا الاطمئنان على انف شيكابالا، فيه يعني نزيف من اللثة كده. ادي الاصطدام. يا الله قوة دفع قوية جدا. والاثنين ادي سلامات لشيكابالا. يعني من حيث لا تدري ولا تنتظر ولا يعني تاخد بالك. حتى هنا اطالات بيعملها الشناوي، يستثمر توقف اللعب. وحوار افريقي ما بين النيجيريين معروف يوسف وستانلي، وايضا الزامبي مايوكا ايمن طاهر وعلاء عبد الغني. ايمن طاهر حارس المرمى اللي كان ضمن تشكيلة مصر في كأس العالم 90. ادي عرف السيد كان راعي الكرة، انما بيطير بشكل حلو كده. احمد الشناوي يطلع بضربة رأسية الى خارج الملعب. ادي الشناوي هنشوف شيكابالا هو اللي يعني واضح حصل كده نوع من انواع الدوخة. ارتطام كان قوي مفيش كلام، لكن اجمالا ادي لا زي ما انتم شايفين الشفة كده في الدم اللي انتم شايفينه ده كله كده، مش هيقدر يدخله الملعب الا لما يطمئن على ان وادي التاني برضو عمل عمامة على الرأس. لا دي إصابة يعني طبعا قضاء وقدر، لكن لا أحد يتوقعها. هذا هو الاثنين في جرح، يعني هنا في جرح في الرأس برضو. سلامات لدونجا، سلامات لشيكابالا. الزمالك متقدم طبعا، اللعب توقف، بنلعب في الدقيقة 45، لكن هنا لسه بيحاولوا يوقفوا الدم. وادي الحكم بيتأكد، بيقولوا لازم اتأكد ان الدم توقف. سلامة اللاعبين احد اهم مهام حكم كرة القدم، تستؤنف في اللعب. لكن هنشوف الوقت المحتسب بدل من الضاع، اعتقد مش هيقل عن 5 دقائق، لانه زي ما قلت لحضرتك توقف اللعب فترة طويلة لعلاج شيكابالا ودونجا. دي اصابة من فريق واحد، 2 لعيبة مع بعض. يمكن الحالة الأولى اللي يمكن بنشوفها في الملاعب المصرية إن 2 يصطدموا ويتعوروا الاثنين. دقيقتين يبقى هو اعتبر إن القصة ما خدتش وقت. دقيقتين محمد الصباح يقررهم. ديفيد أفوي
يرجع لمحمود علاء اللي بيفتح اللعب هناك عند عرفات. سقوط على الارض، يبقى في خطأ لمصلحة الزمالك. ضربة حرة مباشرة. خلاص بنلعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع، انما شيكابالا لسه زي ما قلت لحضراتكم هو حاطط قطنة، واقف دخل الملعب، ما هو بيطلب الإذن بالدخول، قال له اتفضل. مايوكا صراع كده، لكن العش يرجع الكورة في منطقة ال 18 بتاعته ويستلم مرة تانية هلال بالكعب. هلال كده تعدي. دونجا المعمم لشيكابالا، أول لمسة مع بعض، الحكم قال ما طلعتش، يبقى خلاص الكرة في اللعب. تعود مرة تانية دجلوية. عرف السيد، محمد إبراهيم مقطوعة مرة تانية. يوسف حسن يلعب محمد أنو مع حسام عرفات. ليوسف حسن مرة تانية يزق الكرة الأمامية، اللمسة واللعبة، ومرة تانية المحاولة إنما تبعد عن هلال، وترجع تاني مع صفرة النهاية. سيداتي وسادتي يطلقها حكم اللقاء محمد الصباحي معلنا تقدم الزمالك بهدف، ولا أروع، ما فيش أجمل من كده في المباراة في الشوط الأول. هدف ستانلي اللي سجله من لمسة مباشرة من تمريرة حلوة لمعروف يوسف تسكن شباك عصام الحضري مع الدقيقة 37. سيداتي آنساتي سادتي استراحة قصيرة، نعود للقياكم مع بداية الشوط الثاني. هذه تحياتي معلق اللقاء أشرف محمود. الكلمة والصورة سريعا إلى الإعلامي المتميز تامر صقر والنجمين الكبيرين على ميهوب طارق مصطفى. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. عاد بصحبتكم على الهواء مباشرة، ومباراة الزمالك ووادي دجلة في إطار مباريات الأسبوع 29 مع هدف الشوط الأول، هدف المباراة الوحيد، اللعبة الساحرة الجميلة اللي انطلقت من النيجيري معروف إلى النيجيري ستانلي لتسكن شباك الحضري من وضع الحركة ومن لمسة واحدة مباشرة فيرست تايم. حاجة جميلة وراقية، هدف ولا أجمل من كده. إذن الشوط الأول انتهى ب1-0. كان في كمان إصابة كده مشتركة من يعني نيران صديقة ما بين، ادي هنا الحوار الجميل اللي بين شيكابالا والحضري اهو، الابتسامة والضحك، ودي الروح الحلوة، ودي الرياضة بالمناسبة يا جماعة. يعني من يرى ان الرياضة غير كده عليه ان يراجع موقفه او يغادر الملعب الرياضي. الرياضة إخاء وتنافس شريف ومحبة وصداقة، ويا سلام لو تشوفوا اللعيبة مع بعض، ويا سلام لو تشوفوا أبناء القلعتين الكبيرتين على وجه التحديد والدقة. من يدعي أنهم أهل تعصب وأهل تشنج، لا لا لا، العلاقات الرياضية أجمل والإنسانية أفضل والهدف أروع وأجمل وأفضل زي ما أنتم شايفين. إذا شوط أول 1-0. هنشوف، أنا كنت شايف إبراهيم صلاح بيجري الإحماء لينزل بديلا لدونجا. ادي هنا الحوار بيقول له ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. وهنا خالد جلال مع علاء عبد الغني مع ايمن طاهر مع ايناسيو لوحده، وبيرسل بقى للقلب والمحبوب مصطفى فتحي. شايفه هياخد مكان شيكابالا ولا ايه؟ بالفعل مكان شيكابالا، لان زي ما قلت لحضراتكم الاصابه يعني اختل توازنه شويه كده. يبقى تغيير اول مصطفى فتحي بديلا لشيكابالا، واعتقد ابراهيم صلاح هيلحق بمصطفى فتحي على حساب دونجا، لان دونجا برضو كان عنده جرح في الرأس وتم عمل عمامة كده على الرأس او عصابة. لكن سلامات للاثنين لعيبة. هنشوف، افكر حضراتكم تشكيلة الفريقين. الشناوي في حراسة المرمى، أسامة إبراهيم، علي جابر، محمود حمدي، أحمد أبو الفتوح، محمود دونجا، معروف يوسف، محمد إبراهيم، ستانلي، مايوكا، مصطفى فتحي بديل شيكابالا. في صفارة من حكم اللقاء محمد الصباحي. ادي التغيير قدام حضراتكم على الشاشة. ادي سمير جمال، ادي هنا العمامة اللي بقول لحضراتكم عليها اللي يعني التف بيها رأس دونجا. كان اصطدام دفاعي كده من دونجا، بس باصص على الارض، باصص على الكورة مش باصص على زميله، واعتقد ان هو هياخد الكورة ويستخلصها قبل شيكابالا. شيكابالا كان جاي مندفع بقوته كلها، حدث يعني جرح كده في شفة شيكابالا، سال منها دم كتير، وبالتالي
كان لازم يقف قدام، وكان في دوخه كمان كده. في المقابل برضو كان في جرح في راس دونجا. اقول لحضراتكم تشكيله دجله: عصام الحضري في حراسه المرمى، السيد سالم، احمد العش، محمود علاء، محمد انور، محمد هلال، ديفيد افوي، حسام عرفات، يوسف حسن، محمد شريف، وعرفه السيد. يدير المباراه تحكيميا كابتن محمد الصباح حكم ساحه، سمير جمال مساعد اول، احمد توفيق طلب مساعد ثاني، محمد عبد الحافظ حكما رابعا. حلوه! ايه الجمال والحلويات دي! ايه الجمال والحلويات! ضربه راسيه، ايه، طلقه طلقه طلقه، محدش احسن من حد، وكله بيسجد لله شكر. وكما تفرج الحضري على كرة ستانلي، تفرج الشناوي على رأسية عرفة السيد. مفيش حلاوة أجمل من كده. المباراة حلوة زي ما توقع محللينا قبل اللقاء، سواء الكابتن علاء ميهوب أو الكابتن طارق مصطفى او الزميل الاعلامي تامر صقر، لما اجمعوا على ان احنا لازم نكون على موعد. ما رضيش يحتفل الراجل، ما رضيش يحتفل، انما ساب الاحتفال لمدربه. يعني ما هو مدربك ابن الزمالك لاعبا ومدربا يا عرفه سيد في عالم الاحتراف، لكن هو دي مشاعر يا جماعه، دي مشاعر ودي حاجه خاصه، هو حر. انما قال لزمايله انا مش هحتفل بالهدف خلاص، لكنه هدف ايه في توقيت رائع، واول بطاقه صفراء في هذا اللقاء. اول بطاقه صفراء بيدونها حكم اللقاء لستانلي، انذار لستانلي. هنشوف. والله احمد ابو الفتوح، احمد ابو الفتوح هو اللي كان في الكوره. انما هدف رائع في الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني، هدف رائع وجميل. المباراه هتحلو، المباراه هتحلو ونشوف حلو. ادي معروف يوسف واحد من نجوم الشوط الاول بالمناسبه. ادي محمود علاء يرجع للحضري، يستلم الحضري، بيقول هلعب لقدام، لعب لقدام في نص الملعب كده، استلام تطلع بره الملعب، لكن مفيش كلام. ضربه راسيه من كره عرضيه خطفتنا وخطفت الكل، لان كان البدايه لسه بنقول الاسماء، لسه بنقول الاسماء ولسه بنقول ما كان في الشوط الاول. انما ادي عرفه السيد، ترقيصه بلمه حلوه قوي من معروف، يلعب الكره ناحيه اليمين تتقطع مره ثانيه، لكن يجيبها السيد سالم، يحط الكره على الارض لهلال، يلعب مع افوي تاني، يوسف حسن، حط الكره حلوه لمحمد شريف، اللمسه الاولى تتقطع من قدام هلال، يحاول يجيبها تاني، يجيبها دونجا. مباراه بقول لحضراتكم مفتوحه على كل الاحتمالات بعد الهدفين المباغتين الرائعين الجميلين. قول زي ما انت عايز تقول، قول هدف مفيش اجمل من كده، مره تانيه وثالثه ورابعه بتاع ستانلي، ورد قوي بضربه راسيه قويه من عرفه السيد، مفيش كلام. كانت في توقيت مثالي بالنسبه لميدو وجهازه الفني ان تتعادل مع بدايه الشوط الثاني، ده شيء جميل، اكنك اتعادلت بالظبط مع نهايه الشوط الاول، يبقى اكنك رحت غرف الملابس انت كده ما انتش خسران. لكن لو كان اتاخر التعادل بيمثل عبء على لاعبي دجله وجهازهم الفني، وبالتالي ادي هنا بينادي على لاعبته. عايز اقول لحضراتكم يعني من دقائق انتهت مباراه نهائي كاس الملك في المملكه العربيه السعوديه اللي كان فيها عبد الشافي مع اهلي جده. خسر اهلي جده 2-3، فاز الهلال 3-2، وبالتالي حصد اللقب ليضمه الى لقب الدوري. في المقابل كمان نشوف الكرة دي ونشوف مصطفى فتحي يلعبها حلوه وخطيره، ستانلي خطيره، ومايوكا والتصويبه، انما الى خارج الملعب، ركنيه لمصلحه نادي الزمالك. ادي محمود علاء بيقول له لا، خبطت فيه في الاخر، انما لا هي واضحه تمام. مصطفى فتحي اللمسه الاولى حطها حلوه، ستانلي فكر 30 تفكير ولعب قويه انما تصطدم. كمان نادي الترجي فاز بلقب الدوري التونسي قبل يعني وقت قليل من الان بفوزه في الكلاسيكو هناك على النجم الساحلي 3-0. ادي الضربه الراسيه اللي بيطلع بيها على طول حسام، ترجع مره ثانيه من يوسف حسن الاماميه. وكان الوداد البيضاوي فاز اول امس باللقب المغربي. احنا بس اللي لسه متبقي
عدة مباريات، 5 أسابيع متبقية على الدوري المصري نهايته، ثم ندخل بعد كده على بطولة كاس مصر. يعني كل الناس بتخلص قبل رمضان، احنا اللي لسه هندخل. طبعا عندنا مباراة تونس اللي بيعود لقيادة منتخبها النجم الكبير نبيل معلول، منتخبنا الوطني في تصفيات كاس الأمم الإفريقية 2019. هيبدأ مسيرته مع الشقيقة تونس مع نسور قرطاج، وبالتالي الدوري هيتوقف ثم يعود مرة أخرى ليحسم خلال الشهر الكريم، خلال شهر يونيو، خلال شهر رمضان. هذه الكرة الضربة الرأسية الأولى ترجع من علي جبر، والله ده كمان كان معروف. يرجع مرة تانية صراع، وبالتالي نشوة في أداء لاعبي أدي يوسف حسن، نشوة في أداء لاعبي دجلة بعد الهدف. فاول محمد إبراهيم خد شارة القيادة بعد خروج شيكابالا مصابا. شيكابالا كان صاحب أفضل وأجمل لعبة قبل الهدف، كانت التصويبة القوية الرائعة اللي ارتطمت بالتقاء القائم والعارضة وارتدت إلى الملعب. لو دخلت جول كان يبقى جول عالمي بكل المقاييس، ولم يكن لا الحضري ولا ياشين يستطيع أن يتفاعل مع هذه الكرة. هنا في خطأ لمصلحة الزمالك، لمصلحة المهاري محمد إبراهيم. ادي محمد صباحي بابتسامه بيفك الاشتباك، لانه كان هو بيقول له لا ده في تهور من يوسف حسن، عايز ياخد يعني ما هو اكثر من خطأ فقط، عايز كمان. ادي كرة علاء، محمود علاء كان ضمن تشكيلة منتخبنا اللي شاركت فيه، منتخبنا الاولمبي اللي شارك في دورة الالعاب الاولمبية لندن 2012. عصام الحضري عليه مسؤولية كبيرة دلوقتي انه يحافظ لفريقه على التعادل، لكن هنشوف المقابل محمد ابراهيم ومصطفى فتحي وستانلي هيكون لهم رأي تاني. ادي محمود علاء بيتكلم وبيقول له يا كابتن خلاص وقفنا. الراجل بيطبق القانون بحذافيره وبمنتهى الدقة والصرامة محمد صباحي، وده كلام مظبوط. وحلوة في الحائط البشري بتاعت محمد ابراهيم، والتصويبه الثانيه قويه. دايما الكره الثانيه السكند بول بتبقى قويه جدا. ادي معروف يوسف افضل لاعب الشوط الاول، وادي هنا محمود دونجا وسقوط على الارض، لكن بيقومه محمد ابراهيم، بيقوم ديفيد افوي. ادي الكره ارتدت من الحائط البشري، كانوا 6 لعيبه وعلى طول ملعوبه. حلوه الفكره، لكن حضري شايفها وهي بعيد. ادي فكري صالح على محياه الابتسامه كده والثقه والهدوء، واحد من المخضرمين شيوخ المدربين لحراس المرمى، وبصراحه حاجه جميله. كابتن فكري صالح محب لزملائه ومتعاون مع زملائه ومحب للاعبيه، وحاجه راقيه. بالمناسبه كان احد نجوم نادي الزمالك ومدربيه، كان مشوار مع المنتخب الوطني ومع المنتخب الاردني مع الجنرال المرحوم كابتن محمود الجوهري. ده الكلام على الكابتن فكري صالح. كابتن محمد شوقي داخل في الجهاز الفني جديد، انضم كده في مسيرة تدريبية بدأت بمعاونة ميدو في فريق كبير، بدأ من الآخر. شوقي لاعب وسط ممتاز، كرة عالية داخل منطقة ال 18 وحائرة لدجلة، يرجعها مرة تانية ويطلعها على طول محمد أنور، ترجع معروف يوسف. المباراة اختلفت تمام بعد جول التعادل اللي جه في وقت قاتل ومبكر زي ما قلت لحضراتكم، وكأننا أنهينا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف لهدف، وكأننا أنهينا الشوط الأول. الموسم قبل الماضي انتهت مباراتين ب0-0، الموسم ده المباراة الأولى انتهت 1-1. دلوقتي نفس الكلام. ادي حسام عرفات ينطلق ويتقدم من ناحية الشمال، حسام حط الكرة على طول لمحمد شريف يلمسها كده، انما راحت والله راحت لأنور، وأنور بيرجع ورا ليوسف حسن لمحمد هلال. سقوط على الأرض اللاعب من الزمالك، بيطلب حكم اللقاء دخول الجهاز الطبي. أنا قلت لحضراتكم محمود دونجا من ساعة الالتطام هو اللي وقع لوحده على فكرة، محدش لمسه، محدش جه عنده، ولذلك أنا اندهشت. أنا كنت شايف إبراهيم صلاح بيجري الإحماء، وطبعا حد يقول لك أصل هو مشكلة برضه للراجل المدرب
مشكله الراجل المدرب ان اتنين زمايل يرتطموا ببعض، يصاب الثنائي معا، يغادر شيكابالا. والان ادي اللواء علاء مقلد، الراجل عاشق للزمالك قبل ما يكون مدير تنفيذي، يعني في مشاهدته للمباريات هو مشجع درجه ثالثه. درجه ثالثه يعني ايه؟ يعني انتماء بالدم والروح، لا يعنيه ان يقال شوف مدير النادي بيشجع بيسقف بيعمل. ادي ريكو التبديل الثاني، وادي دونجا، هيطلع دونجا وهينزل ريكو، صلاح ريكو او صلاح عاطف ريكو رقم 8 ياخد فرصته. لعيب كان مقدم مواسم ممتازه صلاح عاطف ريكو مع اتحاد الشرطه الرياضي. ادي الارتطام، يا قوي يا قوي يا متين، يعني ده القضاء والقدر خلاص. انما شوفوا حضراتكم يعني لا المنافس ولا اي حاجه، ارتطام في كرة عادية في وسط الملعب، يعني ما فيهاش انقاذ ما فيهاش خطورة، لا انما سبحان الله هي دي كرة القدم، هي دي الاقدار. كرة بترجع مرة تاني زملكاوية لكن ياخدها دجلة، يلف ويدور كده اللاعب يوسف حسن، تتقطع منه ترجع مرة تانية لمحمد ابراهيم، محمد ابراهيم تتلعب ويطلع على طول ديفيد افوي تاني. علي جبر لأسامة، بيحاول الزمالك يجمع كورته من جديد. ادي مصطفى فتحي ونزل كمان ريكو مهاري، تلعب العرضية خطيرة، الحضري طالع على طول يستلم كورته من جديد محمد انور. الكرة في او الملعب في كر وفر، لكن في سرعة في حماس، لكن ادي الكرة زي ما انتم شايفين كده، عرفة بياخدها بيحاول يبدأ كورته من قدام محمود حمدي، ترجع تاني لحسام عرفات، لاعب برضو من اللاعبين المتميزين بالهدوء في اللعب. حسام يلعب الكرة تشيب باس كده داخل منطقة 18 تتقطع سهلة لعلي، لأحمد أبو الفتوح تاني الأمامية، مايوكا طالع بره منطقة 18، العش بياخدها بيقول له خبطت فيه، قال له لأ. ادي مايوكا، ادي محمود مع الطبيب كده بيطمن عليه. سلامات لدونجا، سلامات لشيكابالا، قدر الله وما شاء فعل. ادي هنا الصراع اللي كان بين العش ومايوكا، تتلعب الكوره حلوه في الشمال، ابو الفتوح عايز يعمل لم كورته بشكل حلو، يعمل عرضيه خطيره بيطلع، وهنا استلام، لكن القوه على طول والالتحام وابعاد الكوره. يطلع الشناوي من منطقه 18 يعكس لك المشهد ده اللي قدامكم، المنظر ده اهو، يقول لك اداء الزمالك ايه واداء دجله ايه. دجله ابتدى يامن، ابتدى يلعب دائما وابدا على التامين الدفاعي اولا ثم الارتداد بالمرتدات، والزمالك يحاول، ابو الفتوح يحاول سقوط على الارض، مفيش حاجه، حكم اللقاء بيقول يلعب. يوسف سقوط هنا بفاول، هنا بخطا، محمد ابراهيم عامل هو الخطا، الصباحي مباراه فيها جاري. اوباما، هنشوف اوباما على حساب من؟ يوسف ابراهيم اوباما لاعب الزمالك السابق، طلع محمد شريف ونزل يوسف ابراهيم. يعني هو خد اسم اوباما من الشبه، لكن انا واحد من الناس افضل ان يلقب باسم والده الطبيعي يوسف ابراهيم، من ناشئي نادي الزمالك، اثبت وجوده مع نادي الزمالك، اعير لنادي الاتحاد ثم ذهب الى وادي دجله مع ميدو، كمان قدم مستويات ممتازه مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي. تقطع الكرة من قدام ستانلي، محمد انور يا ولد يعدي الكرة بشكل حلو، اول لمسة كده. مرة تانية مايوكا بيستنى بيدور على اسامة، يلعبها فعلا لاسامة اللي بياخد الكرة على طول، انما ترجع له تاني، يستلم ومعاه السيد سالم العرضية، علاء بيعلي لسه في الملعب، ينزل الكرة داخل منطقة 18، يستلم هلال
السيد سالم يلعب الاماميه، تعدي ولسه في اللعب، لسه في اللعب، طلعت لان الكره ادي محمد شريف. كل لعيب وليه تسريحه، وكاننا يعني في معرض تسريحه لكل لاعب. نيولوك تحت اسمه، نيولوك تحت اسم الحريه الشخصيه، حاجه كده اختلفت، يعني بنركز مع الشكل مش بنركز مع المضمون. اتلعبت على طول، العش بيحاول يستلم مره ثانيه، مصطفى فتحي ينطلق صاحب المهاره الخطير، لكن يحضن كده محمود علاء بخبره السنين ويطلع الكره من قدام مصطفى، تبقى بره الملعب. تزامل مصطفى واوباما مع بعض لما طلعوا مع بعض مع نادي الزمالك، والاثنين قدموا اداء ممتاز. هنا انطلاقه كده فيها سرعه فيها خطوره، انما تكتلوا عليه ثلاثه وحط جسمه بشكل ممتاز محمود علاء وطلع الكره بره في ظل تامين احمد العش كمان. يعني هم لا يامنوا جانب مصطفى فتحي ومهارته. ستانلي والسقوط على الارض الهلال، بيطمن عليه محمد ابراهيم بيقول له قوم، لكن حكم اللقاء هو المسؤول بقى على انه يتابع الحاله. ادي ستانلي، ادي معروف ومحمد هلال لازم يطلع بره الملعب. احماء بدلاء دجله، نزل يوسف اوباما بدلا من محمد شريف، لسه قدامه ورقتين. ادي جول بتاع عرف السيد اللي لم يحتفل به وانما سجد شكرا لله. فيما احتفل واطلق العنان للفرحه احمد حسام ميدو، ده حقه، مدير فني لفريق ولاءه وانتمائه لهذا الفريق. بالكعب كده ياخد اوباما، ياخد تماس لدجله. اوباما، يوسف حسن، محمد انور يلعب الاماميه داخل المنطقه، سقوط على الارض وكمان سقوط من لاعب دجلاوي بلا اي سبب. ابو الفتوح يلعب هو الاماميه، يستلم محمود علاء. انما بقول لحضراتكم اجمل ما في المباراه شوطه شيكابالا اللي ارتدت من العارضه، والهدف الاول للزمالك بتاع ستانلي، والهدف التعادل دجله اللي عرف السيد اللي قدام حضراتكم. دول اجمل ما في اللقاء. 3 كرات، 2 في الشبكه وواحده ارتدت من العارضه، ده الاجمل والافضل في مسيره 65 دقيقه لعب من زمن مباراه الزمالك ودجله. إذن 20 دقيقة من الشوط الثاني، النتيجة على حالها 1-1. حسام باولو ربما يكون على حساب مايوكا. التغيير الثالث والأخير لنادي الزمالك سيكون حسام باولو القادم من سموحة في انتقالات الميركاتو الشتوي. محمد صباحي هنا، أبو الفتوح كان في الكرة اللي فاتت مع حسام عرفات. صاحب القميص 19 بديلا لصاحب القميص 24 زي ما قلت لحضراتكم وتوقعت، تغيير تقليدي طبيعي. ينزل حسام باولو اللي كان هداف الدوري في موسمين متتاليين، الماضي وقبل الماضي، لكن الآن أحمد الشيخ هو اللي بيتصدر ب 14 هدف ويقترب من حسم اللقب لأول مرة في تاريخه. أوباما لكن إلى خارج الملعب. نادي الونش وادي أوباما، هو كاتب على تيشيرته أوباما، فيعني لرغبته هنقول يوسف أوباما أو يوسف إبراهيم. ادي هنا منطقة الجرح اللي كان أصيب به شيكابالا. حسام باولو بديلا لإيمانويل مايوكا. تغيير ثالث وأخير للزمالك الباحث عن النقاط الثلاث وعن الفوز. الكرة معدية وخطيرة الأرضية، محمود علاء يا ولد متقدم بيلعب الكرة أرضية، إنما يا دوب استرتش كده يفرد جسمه أحمد الشناوي ياخد كورته، وهو الراجل مصر بيقول اهجم تقدم. شوفوها تاني، حلوة الكرة، حلوة الفكرة،
حلوه، هي طبعا رايحه قلشه وسهله كده، انما الفكره على بعضها انه يتواجد داخل هذه عند هذه النقطه في منطقه 18 انه يصطاد الكره اللي جايه شرده عشان يصوبها، كل ده صح. انما التوفيق بيبقى في ايه؟ ادي هنا تصويبه حلوه لكن فكرتها برضو حلوه صح، لكن الحضري واقف في الزمان والمكان تمام. معروف يوسف اللي كان افضل لاعب الزمالك في الشوط الاول، صاحب التمريره الرائعه جدا اللي تعد نصف الهدف اللي سجله ستانلي، مفيش كلام، هدف نيجيري كامل بامتياز. الاسيست والتصويب او التنفيذ، استلام من مصطفى فتحي وعنده مساحه، لكن جاي له السيد سالم بيلعب هو العرضيه داخل المنطقه، وطالع الحضري واخد كورته. دخل الحضري على الكوره كده وسط المدافعين ولعب عند يوسف. يوسف يتقدم يعدي واحد الثاني، علاء محمود علاء يلعب الاماميه، عرفه ومعاه هنا حسب خطأ على عرفه، ممكن يكون فيها كارت لانه بعد الصفاره ابعد الكوره. هنا هو مع محمود حمدي يتميز بالقوه البدنيه. محمد ابراهيم الكرة على طول تكمل ناحية الشمال، العرضية معدية مفيش حد هناك. السيد سالم يلعب هو الأمامية مش لحد تطلع بره تماس. إناسيو عمل تغييراته الثلاثة، صلاح عاطف ريكو وحسام باولو ومصطفى فتحي، بدلاء شيكابالا. يعني هو فضل انه يدفع بريكو عشان نزعه هجوميه اكتر بدلا من ابراهيم صلاح اللي كان هيبقى محور الارتكاز، اللي هو الدور اللي بيقوم بيه دلوقتي وحيدا قدام حضراتكم معروف يوسف، وبيرجع معاه كمان محمد ابراهيم يساند عشان يترك حريه لمصطفى فتحي وريكو مع ستانلي مع باولو يعملوا الواجب الهجومي. ادي هنا المحاولات، وعلى طول الاولى من باولو ترجع مره ثانيه على الارض، يستلم ابو الفتوح لمعروف لستانلي، ستانلي تتخبط كده وترجع تاني من ديفيد افوي، والهجمه المرتده هنا سهل الونش هيرجع، غير اتجاهه وغير قراره ولعب في نص الملعب مع ريكو. ادي صلاح ريكو يعني لسه ما بيغامرش بالاداء الهجومي، بقى قايم يعني نازل مكلف كده انه ما يندفعش الا بحساب، لان لغايه دلوقتي الراجل اهو هو اللي بيقابل في نص الملعب زي ما انتم شايفين. ضربه راسيه من ريكو على الارض حلوه من مصطفى لاسامه، يعمل عرضيه ياخد الركنيه. تتكرر الركنيات ويتكرر مشهدها مع الدقيقه 70، وهيطلع يوسف حسن وينزل مصطفى طلعت كابتن التيم. ما طلعش بدري. يبقى اوباما بدأ على حساب محمد شريف، مصطفى طلعت دلوقتي على حساب يوسف حسن. يوسف ادي يوسف حسن ومصطفى طلعت بياخد مكانه على طول، بياخد تحية مدربه يوسف حسن. كرة تطلع بره المنطقة بره الخطورة، ترجع تاني. معروف اكثر لاعبي الزمالك بذلا للجهد، احمد ابو الفتوح، والحضري بالبوكس بيطلع الناحيه الثانيه، ضربه ركنيه لمصلحه نادي الزمالك. ادي اصابه شيكابالا تاني وابراهيم صلاح جنبه. الركنيه مصطفى فتحي لنادي الزمالك بيلعبها معديه وبيطلعها باولو، خطيره ممكن جول محمد ابراهيم. كرة تغير اتجاهها في الطريق، انما الاولانيه كان ممكن شيكابالا، لكن شوف الحضري لا يسأل عنها بصراحه، ملوش علاقه بالكرة دي تماما. قسمات وجهه بتقول ايه اللي حصل، ايه يا رجاله في ايه؟ انما مع الدقيقه 70 الدقيقه 70 محمد ابراهيم يصوب الكرة الضاله من منطقه ال 18، ياخد الكرة على طول تغير اتجاهها، ومحمد ابراهيم مع الدقيقه 70 يحرز الهدف الثاني. ادي الكرة، شوفوا باولو بتطلع منه لورا، محمد ابراهيم يصوب على الارض، لعيب واقع، وكمان يعني
محمد انور واقف حط، شوفوا هي تغيير الاتجاه، اتخطف الكل اتخطف الكل اتخطف الكل، والفرحه البرتغاليه بشكل حلو. ادي اهو هنا فيما الصمت، ادي احمد حموده ومحمد شوقي وسيد متولي وفكري صالح، كل دول يعني جهاز فني مع ميدو، كله وقف يراقب. خطأ دفاعي يعني غير مؤكد غير مقصود، انما بيحصل. يبقى 2 الزمالك 1 وادي دجله بعد 70 دقيقه او 72 دقيقه. دلوقتي عصام الحضري بيلعب الاماميه، على الارض معروف يوسف، كنت لسه قبلها بقول لحضراتكم انشط لاعبي الزمالك اكثرهم سخاء، وستانلي لكن بيطلع العش، بيطلع احمد العش بره الملعب. الابتسامه عادت لمحيا الجهاز الفني، ادي الحضري بيتكلم مع زمايله بيقول لهم خلاص. بتحصل ان يعني لعيبه تسجل في مرماها اهداف، لعيبه تكون سبب، هي لعبه اخطاء كره القدم والاهداف تاتي من اخطاء، لكن هنا محمد ابراهيم كان موجود في منطقه ينتظر الكره الشارده والوارده من المنطقه دي على خط ال 18، صوب الكره، التصويبه عاديه لكن تغيير اتجاهها خلاها مش عاديه، خلاها خطيره، وبالتالي سكنت الشباك في غفله من محمد انور اللي كان واقف وهي كانت اعلى منه، حتى لم يبذل محاوله الارتقاء، لانه زي ما بقول لحضراتكم اتخطف. وادي الثالث ولا ايه؟ ادي الثالث ولا ايه؟ انما الحضري يطير ويطلع استفاقه كده، وباولو كان في الكره اللي فاتت. ادي الراجل يعني ماسك راسه اناسيو. ادي الكره حلوه قوي، ابو الفتوح معديه وعلى طول الضربه المباشره باللمسه على طول لباولو تبقى بره الملعب. لعب مرة تانية خطيرة، لكن الدفاع في ثغرة في العمق الدفاعي لوادي دجلة. ترجع الكرة مرة تانية، استلام حسام عرفات عايز ياخد تماس، خد تماس بالفعل. محمد ابراهيم بيعطل اللعب لكن اتقطعت، رجع الزملكاوية من جديد. ستانلي يبعت في نص الملعب كده الريكو مرة تانية. باولو اللي كان نازل، كرة راحت لريكو مع أسامة إبراهيم لعلي جبر، محمود حمدي. مجموعة قليلة كده من جماهير الزمالك موجودة في الملعب، في المدرجات بتشجع وتهتف، عاملة شكل حلو، صوتها حلو كده في مسامعنا. ادي استلام أسامة، عدى بشكل حلو مصطفى، يا ولد يا لعيب، انطلاقة، عدى توغل، انما خد فاول، خد خطأ محمود علاء. ادي الكوره، وادي هنا الدفعه من محمود علاء، وكان العش داخل بعديه على طول ياخد الكوره، خدها بالفعل، انما الحكم احتسب خطا على محمود علاء. 15 دقيقه على النهايه، بنلعب في الدقيقه 75. الحضري بيندى على لاعيبته. مصطفى مع معروف، مع التصويبه من مصطفى بالقدم اليسرى اتقطعت، رجعت مره ثانيه. ريكو بيلف الكره لورا لكن ترجع تاني، ما استلمش، خدها على طول من قدامه محمود حمدي، طلع الكره تماس. ميدو بيدي لعيبته الكره، عايز اللعب يبقى سريع ويبقى في المنطقه الهجوميه. اهو حسام يلعب الكره لعرفه السيد، قصيره لكن خدها عرفه ولعبها اي حاجه كده، التصويبه مع الدوران بعيده عن المرمى تماما، ما تعملش اي نوع من انواع الارباك لاحمد الشناوي. هل في تغيير ثالث؟ احنا قلنا يوسف ابراهيم ومصطفى طلعت هم التغييرين اللي تموا لوادي دجله، مقابل 3 تغييرات تمت بالفعل لفريق الزمالك. النتيجه 2-1، محمد ابراهيم في الدقيقه 70 وستانلي في الدقيقه 37، في مقابل
الدقيقة 47 هدف دجلة بواسطة رأسية عرفة السيد. ادي محمود علاء راح مايل ناحية الشمال كده، بيلعب على طول الكرة مع السيد سالم. محمد هلال يرجع للعش، مصطفى طلعت البديل اللي لسه نازل بيمشي الكرة ناحية حسام. ادي هنا بيشرح، والعرضية داخل منطقة ال 18 خطيرة، لكن لسه الكرة وحسام ترجع له مرة تانية يغير اتجاهه ويلعب هو في العمق ناحية الشمال. هناك ديفيد خطيرة، طالع على طول يا ولد يا شناوي، طالع ونازل على الأرض واخد كورته، لو عدت كان وراه على طول عرفة. شرح من محمد شوقي لتعليمات طبعا ميدو للعيب اللي نازل، سقوط على الارض استنى على طول ياخدها من قدام محمد انور، والكرة وخطيرة التصويبة بتاعت باولو بره الملعب. متشوق لاحراز هدف باولو، هداف بالفطرة، اثبت جدارته لما خد لقب هداف الدوري مرتين وحط اسمه مع اسماء العظماء في قائمة هدافي بطولة الدوري عبر التاريخ مع اسماء كبيرة وعريقة، وسيظل طبعا موجود انه فاز باللقب مرتين متتاليتين. فخر وشرف كبير انه كمان مش مع فريقين من فرق القمة ولا حتى كمان النادي الاسماعيلي. نشوف التغيير الثالث، احمد العش بيخرج وبينزل احمد حسن اللاعب رقم 15. هنشوف المهام اللي كلف بيها احمد حسن. هنا استلام محمد انور بيلم كورته ويرجع. ادي احمد حسن، المغامره اللي بتتم في منطقه ال 18 دي بيغلطوا فيها لعيبه كتير ومع ذلك بتتكرر. محمد انور يلعب انما مقطوعه، وعلى طول المحاوله تتقطع تاني، كان عايز وجابها مره تانيه. معروف حط الكره في الشمال لمحمد ابراهيم. محمد ابراهيم جنبه ستانلي لسه الكره معاه، يلعب هو العرضيه، لا وقف على كورته واستنى، لعبها المعروف. حلوه الفكره، ومحمود علاء بيطلع، ترجع تاني لابو الفتوح، بياخد فاول بشكل حلو. ولد عنده ثقه، واعد كده عنده ثقه. ادي ميدو قعد، انما ابو الفتوح خد كورته وعداها. هنا مره ثانيه ستانلي عايز يلعب العرضيه وخطيره، يا ولد يا باولو، يا ولد يا علاء، يا ولد. الكرة ضربة رأسية من باولو وإبعاد بالرأس أيضا من محمود علاء، والكل الكلام ده على حدود ال6 ياردات. شكل حلو قوي. إنما يعني محاولة هجومية حلوة و تكتل أو إفساد الكرة من الناحية الدفاعية، إنقاذ دفاعي ممتاز. لكن اثق ان المباراه كان فيها اجمل من كده، اللعيبه كان عندهم افضل من كده بكتير، كان ممكن نستمتع اكتر. لكن لسه المباراه طبعا باعتبار النتيجه معلقه 2-1 دي دايما نتيجه معلقه، عشان كده الزمالك بيلعب انه عايز يخلص النتيجه، يعني جول تاني هيموت المباراه. شوف مصطفى فتحي يا ولد بيحط رجله قدام الكره وياخدها ويدخل. ما مشيتش معاه الاولاني، كان عايز يدخل بيها منطقه 18. لسه الكره معاه، دخل ال 18 اتقطعت، خدها محمد انور لحسام، ضغط عليه ابو الفتوح ياخد فاول. ده محمد ابراهيم، والله محمد ابراهيم. ادي ميدو بيعشق اللعب امام الزمالك والاهلي والمصري والمقصه، الفرق اللي ليها طابع هجومي. ادي الكره الحلوه، بص شوف وكانها بينج بونج، صد رد على طول. ادي الرأسية دي، ادي بص وقف لانه اهو لقطة صيد كاميرا روعة. الراجل واقف عشان يحتفل بالهدف. ليه ايه؟ لبلوك دفاعي بطريقة الطايرة، بيرجع الكرة كده بينج بونج زي ما بقول لحضراتكم، صد رد هات خد. ادي هنا تتلعب زملكاوية الكرة، سقوط على الارض، بيقول له قوم مفيش حاجه. مصطفى طلعت بيغير اتجاهه، هنا خد الفاول، بيعتذر محمد ابراهيم. روح رياضيه حلوه. محمود علاء، السيد سالم في ناحيه الشمال،
ناحية اليمين مرة تانية محمد أنور لمصطفى طلعت، ترجع تاني من يوسف إبراهيم اللي لسه ما قدمش المنتظر منه. تتلعب الكرة أمامية، لمسة كده لكن فيها خطأ، في فاول لمصلحة عرفة. محمد الصباحي ميدو بينادي على لعيبته، ادي محمود حمدي ومعاه عرفة، لكن ضربة حرة من محمد الصباحي لمصلحة وادي دجلة مع 9 دقائق او اقل، يعني 8 دقائق على نهاية الوقت الاصلي لزمن الشوط الثاني والمباراة. الزمالك يتقدم على وادي دجلة بهدفين نظيفين لستانلي الدقيقة 37، معروف يوسف الدقيقة 70، وبينهما عرفة السيد في الدقيقة 47. احمد الشناوي بيظبط الحائط البشري بتاعه، مصطفى طلعت بيقول هلعبها ازاي واتلعبت خطيره، انما الرأسيه مش مظبوطه، تبقى بعيده من عرفه المره دي. لا علاقه لها برأسيه الجول، رأسيه الجول حاجه على الطراز الاوروبي، انما دي على الطراز الاقل اقل من المحلي. فين بعيد، تمام. ملعوبه من مصطفى طلعت، فكرتها حلوه ان اي حد يقابل، وفعلا ضرب الدفاع الزملكاوي، ما كانش واقف ولا كان قريب، لكن عرفه شوفوا كده الكره يعني وكأنها ارتطمت هي برأسه لتذهب بعيدا عن المرمى. الشناوي يلعب ضربة المرمى على طول، معدية الكرة، محمود علاء بيشيلها من مرة واحدة على طول عشان يرجعها في وسط الملعب، صراع، ومرة أخرى يطلع علي جاب، ترجع مرة تانية مصطفى فتحي، بيرجع لأسامة، معدت الكرة وخدمت الظروف باولو، انطلق باولو عمل العرضية، اتقطعت منه على طول. هجمة المرتدة، ريكو بيضغط لكن تتقطع يعني تعدي منه، في خطأ فاول لمصلحة دجلة في نص الملعب، عامله طبعا مصطفى ابراهيم مع محمد هلال، يعرقل بيه اللعب، يعطل بيه اللعب كده لغاية ما يدي فرصة لزمايله انه يرجعوا. اهو أسامة اللي تغلبه ويلعبه، الراجل خلاص فاضل 7 دقايق او 6 دقايق ونص على الوقت الاصلي. ادي الاماميه مقطوعه، ترجع تاني مصطفى طلعت يستلم مع محمود علاء، عايز يعدي، اعتراض يبقى على طول خطأ لمصلحه معروف يوسف. وجهة نظر شخصيه المتواضعه، التغييرات بالنسبة لوادي دجلة لم تحدث التغيير المنتظر أو المطلوب. يعني أتحدث عن يوسف أوباما لم يظهر، ومصطفى طلعت في وسط الملعب لعب لم يضف جديدا، وأحمد حسن لم يظهر حتى الآن لأنه نازل في توقيت يعني قبل آخر ربع ساعة، لكن برضه ما ظهرتش علامات أو لمسات حتى الآن. ادي مصطفى طلعت اتقطعت بيد زملكاويه، معروف يوسف زقان نفسه وولد يتقدم وينطلق على طول، باولو بيجيبها على رجله اليمين، بيدور بيقول العب لمين، يرجع ورا، حلوه التصويبه، جميله من ستانلي، حلوه قوي، لان بقول لحضراتكم التصويبات من خارج منطقه ال 18 بتحل اللغز، زي تصويبه محمد ابراهيم. هو الراجل صوب الكره بيدور بصراحه، اشارته بيقول العب لمين، فين انتوا فين، انما ادي باولو على طول، ادي هنا اعمل ايه، فقرب له كده ستانلي، لعبها له، خدها فيرست تايم برضه انما اعلى من العارضه. 5 دقايق على النهايه. محمد انور بيرجع لمحمود علاء، لم تظهر انياب لدجله منذ هدف محمد ابراهيم اللي سجله قبل 20 دقيقه من النهايه. لمسه يد على معروف، ادي الكرة مرة تانية استفاد بيها على طول، احمد حسن كان هو اللي بيلعبها، يعني هو سحب العش عشان يزود باحمد حسن الكثافة العددية في وسط الملعب الهجومي. ادي محمد هلال، اللعيبة اللي ليها شخصية في الملعب هلال رغم صغر سنه وحداثة تجربته، انما ما خيبش ظن مدربه. ادي هنا الهجمه المرتده الزملكاويه، مصطفى بيسندها كده عشان تتلعب لستانلي،
بيلعب ضد ناديه اللي عرفه بالكرة المصرية وفاز معاه بلقب أفضل لاعب أجنبي الموسم قبل الماضي. استفتاء بوابة الأهرام الرياضية، يعني كان لفت الأنظار كلاعب أجنبي. قبل منه كان محمد كوفي برضه من اللعب النادي الزمالك الدوري العراقي دلوقتي. هنا المحاولة وقطع الكرة مع الضغط، يعني حاول أوباما يزقها من قدام علي تطلع وتبقى تماس، وريكو مع عرفة تتلعب التماس مقطوعة. الهجمة المرتدة وملعوبة حلوة الكرة يا ولد، عدى مصطفى، خطير مصطفى، ممكن مصطفى سهلة يا مصطفى، ضعيفة يا مصطفى، ضعيفة يا مصطفى. عمل واحدة قبل كده في مباراة حسم بيها لقاء الزمالك ووادي دجلة وكانت في مرمى عصام الحضري، وكانت النتيجة بقيت 3-2 بكرة مصطفى فتحي الخطيرة. كانت كرة عند نقطة البينالتي كده، ثبت الحضري وحطها في المرمى بشكل حلو. هدف من الأهداف الجميلة اللي لا تزال في ذاكرة عشاق الدوري المصري. ادي هنا ديفيد افوي، الهجمة المرتدة لو في سرعة يبقى في خطورة. محمد هلال انما هو بيجري لوحده بيحاول، دخل وسط اتنين، سقوط على الارض، حكم اللقاء وراه على طول بيديله ضربة حرة مباشرة. انما الكرة طبعا الخطأ هنا الغرض منه عرقلة الهجمة، افساد الهجمة الواعدة من مسافة بعيدة قبل ما تعمل الخطورة. هنا دخل ريكو مظبوط الكلام، وكان معاه طبعا أسامة إبراهيم، إنما ريكو هو اللي عمل الخطأ. ميدو بيقول لعبته قدام، بيقاتل من أجل إدراك التعادل حتى ولو يعني تبقى على زمن اللقاء دقيقتين غير الوقت اللي يحتسب بدل من الضائع. لكن هي إجمالا كرة القدم العب حتى الصفرة النهائية، تجربة احترافية أوروبية أكيد يتعلم منها أنها بتلعب لغاية الصفرة النهائية. ملعوبة كرة داخل منطقة 18 خطيرة معدية لكن بره الملعب. حكم اللقاء بيقول ضربة مرمى، بينما محمود علاء كان بيطالب بركنية، كان معاها باولو الكرة اللي فاتت. هذه الكرة بتاعت السيد سالم عدت بره الملعب، ضربة مرمى. الدقيقة 89 مشاهدينا الكرام في كل مكان، الزمالك يتقدم على وادي دجلة بهدفين لهدف. ادي معروف الزمالك خطيرة معدية باولو كان معاه السيد سالم اللي بيطلع الكرة من قدامه. ادي مرة تانية تتقطع، لكن الزمالك بقول لحضراتكم يعني تركيزه، انتشاره، محاولاته افضل بكتير من دجلة. ادي الهجمة المرتدة، ادي الانطلاق، محمد ابراهيم على شماله وهو عدى وسع نفسه، بيفكر هو بنفس طريقة الهدف. انما محمود علاء الكرة المرة دي يلحق بعد ما تغير اتجاهها بالنسبة لعصام الحضري، يلحقها ويجيبها ويديها لهلال. والدقيقة الأخيرة خلاص، الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، يلعب هو الأمامية، أي حاجة مقطوعة ومقرية من علي جبر. أسامة لمحمود حمدي، محمود بيتقدم يلعب هو الكرة الأمامية تاني، مفيش حد لأنه كان راجع من تسلل. عصام الحضري رايح بيقول له العب معايا أنا، لعب له التماس فعلا، عايز يوصل الكرة لأبعد مسافة، لعبها بالفعل قدام عند عرفة السيد، تنزل على الأرض والتصويب. الله، حلوة التصويبة يا حسام بعد ما حطها على الأرض بشكل حلو. يا ولد يا عرفة، 4 دقايق وقت محتسب بدل من الضائع. شكل التصويبة كان حلو، شكل الكرة وهي نازلة وهو داخل ياخدها فيرست تايم بشكل حلو، وكأنها مباراة الفيرست تايم. الكرة من لمسة أولى، من لمسة واحدة، قبل ما يعني يفكر تفكيرين، لا هو تفكير واحد وتصويبه واحده ومن مره واحده. كان ده قرار ستانلي اللي خطف بيه جول الافتتاح اللي قص بيه شريط التهديف في هذا اللقاء. ادي مصطفى بيحاول، دخل منطقه 18، عدى، عايز طبعا اي لمسه هنا يبقى ركله جزاء، انما اتقطعت الكره وبقت الهجمه المرتده. حلاوه المباراه في اخر يعني لمستين كده او اخر دقيقتين. اوباما مع الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع وقدره 4 دقائق. السيد سالم يرجع تاني لهلال مع افوي، يستلم محمد انور في نص الملعب، هلال على شماله السيد،
4 5 نقلات بشكل حلو، خد لقطه كده عشان عايز يوصل الكره لقدام. هلال يسندها لنفسه، هلال ويعدي، هلال يعدي على مرأى ومسمع من حكم اللقاء الفاول يبقى على ريكو ضربه حره. الكل خلاص وقف لان الوقت زي ما قلت لحضراتكم بتلعب في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وكان في كره الحضري طالع لانه يعني 2 زي 3 مش مشكله، يوصل الكره هو الاماميه. الضربه الراسيه السهله يسيبها الشناوي ياخد بيها ضربه مرمى عشان يكسب او يبدد بضع ثواني كده. ادي الكوره وادي هنا خبطت في محمود علاء، غيرت اتجاهها بالنسبه للحضري كان رايح معاها لكن لحق محمود علاء ولم كورته. اذا ما انتهت المباراه بهذه النتيجه يعني يصبح الزمالك 54 نقطه ويبتعد بفارق 4 نقاط عن ملاحقه المباشر المصري اللي بيتفوق ب3 نقاط على ملاحقه المباشر على المركز الرابع سموحه، اللي بيتفوق ب6 نقاط على ملاحقه المباشر بتروجيت، و7 نقاط عن الاسماعيلي والاتحاد السكندري. الدوري في منطقة البحث عن المربع الذهبي في منافسة، او تحديدا المركز الرابع عليه منافسة من سموحة وبتروجيت والاسماعيلي مع المصري، يلعبوا على الارض لكن الكرة بحوزة الزمالك ومتقدم مصطفى محمد ابراهيم بيستهلك وقت بطريقة ممتازة، عايز ياخد فاول او تماس، طلعت لا هنا ولا هنا، بقت تماس عليه. هجمة المرتدة لكن لسه بناء الهجمة بالنسبة لوادي دجلة. بنلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. هنا المحاولة، حسام يقع على الأرض وياخد فاول ستانلي راجع يدافع. أجمل ما في أداء الزمالك النهاردة إن ما فيش حاجة تقيد بمراكز. كنا شفنا شيكابالا في مشهد دفاعي طيلة الشوط الأول، حتى إصابته كانت بسبب حرصه على ألا يفقد الكرة. ادي ستانلي صاحب الهدف الأول هو اللي راجع يؤازر منطقة أحمد أبو الفتوح وياخد الكرة، والصباحي بيستعد بيبص في ساعته. الثواني الأخيرة من الدقيقة الأخيرة للوقت المحتسب بدل من الضائع، وبيقول يلعب محمود علاء، عايز يلعب الكرة الأمامية الطويلة، حطها في الشمال هناك عشان يبدأ الهجمة من عند السيد سالم وهلال. السيد سالم ما عندوش وقت يلعبها داخل المنطقة، ترتد من علي جبر، ومعها سيداتي انستي سادتي صفرة النهاية يطلقها حكم اللقاء محمد صباحي معلنا فوز الزمالك بهدفين لهدف، مع تحيات طبعا ايناسيو جهازه الفني. الاهداف بتوقيع ستانلي الدقيقة 37، محمد ابراهيم الدقيقة 70 بالنسبة للزمالك، عرف السيد في الدقيقة 47 او الدقيقة الثانية من الوقت من بداية الشوط الثاني. يرفع الزمالك رصيده كما ذكرنا لحضراتكم الى 54 نقطة، ويبقى وادي دجلة على حاله 36 نقطة. سيداتي انساتي سادتي، مبروك للزمالك، حظ اوفر في قادم المباريات لوادي دجلة. هذه ارق تحيات معلق اللقاء اشرف محمود. اسعد دوما بصحبتكم عبر شاشة النيل الرياضة التي انقل الكلمة والصورة سريعا الى استاد النيل والتحليل مع الاعلامي المتميز تامر صقر والنجوم المتميزين في التحليل الكباتن علاء ميهوب طارق مصطفى. دمتم في امان الله، الى اللقاء.